مبدئيًا كده الفيديو ده للرجالة بس، فلو أنتِ بنت وجاية تتفرجي على الفيديو فهو مش هيفيدِك كتير، فالأفضل إنِّك ما تتفرجيش. المهم بقى الرجالة تجمع هنا عشان الموضوع اللي هاتكلم فيه مهم أوي. بُص يا معلم، لو أنت اتعرّفت على واحدة مُزّة فشخ عن طريق applications التعارف اللي موجودة هنا في دبي، فأنا مش عايزك تعيش الدور وتفرح بنفسك وتشوف نفسك. ليه بقى؟ لسببين أنا هاقول لك عليهم دلوقتي. السبب الأول، أنت عارف وأنا عارف إن البنات بتتشد للرجالة لسبب من 2، يا إما المال يا إما الجمال. فلو جمال ده بالنسبة لك مجرد اسم ومش صفة، فمش منطقي ومش من الطبيعي إن واحدة مُزّة فشخ زي دي تبُص لك. إنما بقى لو معاك المال، فهنا ممكن نقول إن في سبب مقنع ممكن خلّى البني آدمة دي إن هي تبُص لك وتبقى عايزة كمان تقابلك. وهنا بقى الموضوع اللي أنا عايز أكلمك فيه. أنت لو ما عندكش الجمال فأكيد واضح وباين من صورك اللي أنت حاططها على الapplications ده إن أنت راجل غني ومريّش، عامل لي فيها بقى محمد رمضان ولابس لي فيها الحاجات الشانيل والحاجات الفليب بلين اللي بترتر وبتاع، ومتصور لي قدّام عربية لامبورجيني في الشارع، طبيعي وِش تفتكر إن أنت راجل مريّش ومعاك فلوس والدنيا معاك مزهزهة. وبُص أنا في الحالة دي أنا مش هاظلمك، وارد جدًا تكون أنت راجل فعلًا معاك فلوس والعربية دي عربيتك التيشيرتات دي براندات وبتاع، فارجع أقول لك أوكي ده يا سيدي سبب يخلّيها إن هي تبُص لك وتتكلم معاك. إنما بقى لو أنت على باب الله بس متصور صور خلّاها تفتكر إن أنت معاك فلوس، وبالتالي هي دخلت تكلمك مع إنك لا معاك فلوس ولا غني ولا حاجة، ونُص تيشيرتاتك دي high copy والآيفون 17 اللي معاك مقسّطه على خط التليفون اللي أنت جايبه من دوم. بُص يا معلم، بسبب الصور اللي أنت حطيتها دي بنسبة 99% المُزّة دي هتطلب إن هي تقابلك. لو خُد بالك كمان هي اللي هتحدد المكان اللي أنتم هتخرجوا فيه. وبُص أنا عارف إن أنت وأنت رايح تقابلها فأنت ماشي كده في الطريق، الفكرة الوحيدة اللي هتيجي في دماغك وقتها إن البنت اللي في الصور دي مش حقيقية، الصور fake وفي الآخر هتطلع شبه عفاف بنت خالتك. بس أحب أقول لك بقى وأفاجئك إنك فعلًا لمّا هتروح المكان ده هتبُص هتلاقي المُزّة بشحمها ولحمها مستنياك، لا طلعت fake ولا أي حاجة خالص. وهنا بقى يا معلم هتبتدي التركاية اللي أنا جاي أقول لك عليها. المُزّة دي من ساعة ما هتقعد ومن أول ما هتفتح المنيو كل اللي هتطلبه الحاجات الغالية بس، يعني هتلاقيها مثلًا داخلة في الmain dish الأطباق الرئيسية كده اللي هي الغالية جدًا، درينكات بقى ومشروبات من أغلى الأنواع، عشان سيادتك أول ما ييجي لك الcheck في آخر اليوم وتيجي تفتحه كده تبُص تلاقي 2000، 3000 درهم المطلوب من سيادتك إن أنت تدفعهم، أنت فاهم؟ وأنت أساسًا مكمّل بقية الشهر سَلَف من الcredit card اللي أنت أصلًا مش عارف هتسدّده إزاي. المفاجأة بقى يا معلم إن أنت حتى لو دفعت الفلوس دي، البنت دي لو طلبت إنك تقابلها تاني هتحلق لك، لإن ببساطة دي شغلانتها. يعني هي بتوقّع الزباين اللي زي حضرتك كده وتسحبهم على مطعم أو بار هي متّفقة معاه إن الزبون اللي هتجيبه في المطعم ده أو البار ده في نهاية كل فاتورة هي هتاخد نسبة منها، فهي من مصلحتها إنها تفضل تطلب بقى في الحاجات الغالية وبتاع، في الآخر الزبون اللي هو حضرتك طبعًا تدفع يا معلم ال2000، 3000 وهي تاخد نسبتها من الفاتورة دي في آخر اليوم. طب إيه بقى الحل عشان ما تتغفّلش التغفيلة دي؟ بُص أنا مش هاقول لك ابعد بقى عن الapplications دي لإن هي حرية شخصية، عايز تنزّل applications الdating وتنزل تقابل وتتبسط دي حرية شخصية أنت حُر، مش هاقول لك ما تعملش كده، بس لو لقيت البنت فعلًا حلوة بالزيادة خصوصًا الجنسية اللي أنت عارفها أنا مش هينفع أقولها طبعًا، خصوصًا الجنسية اللي أنت عارفها اللي هم بيبقى عينيهم زرقا وشعرهم أصفر ومنتشرين هنا في دبي، وكمان لقيتها هي اللي محددة المكان اللي أنتم رايحين تاكلوا فيه أو تقعدوا فيه ومصممة عليه، يعني حتى لو قُلت لها لا، لا، لا تعالي نغيّر المكان أنا ما باحبش المكان ده، تعالي نروح مكان تاني هتقول لك لأ عايزين نروح المكان ده، هنا تشُك وتخلع بدري، بدري. ولو أنت بقى عايز تجازف وتروح علشان تتأكد إن هي فعلًا نصّابة والّا مش نصّابة، البت حلوة وخايف إنها تروح من إيدك ووارد إن هي تكون مش نصّابة يعني، فأنا عندي ليك برضه الحل، تقدر تروح وتخلّيها تطلب زي ما هي عايزة، تفتح المنيو وتطلب الأطباق الغالية والدرينكات وتدلّع نفسها وتشبرق نفسها، وأنت يا معلم ما تطلبش غير عصير. ولو سألتك إيه يا معلم أنت مش هتاكل والّا إيه؟ لا، لا والله اخترع لها أي سبب بقى، قُل لها والله صايم بقى والّا أنا عامل دايت، المهم اخلع يا معلم من قصة الأكل والشرب ده، وخلّيك يا دوب على قد العصير أو حاجة بسيطة مثلًا تطلبها من المنيو، ولمّا ييجي لك الشيك وتبُص تلاقي 2000، 3000 درهم، ادفع حسابك أنت بس، نظام أجانب يعني، خلّيها هي يا معلم تدفع حسابها، هُم بيتعاملوا كده برّه عشان بس تبقى فاهم، هي أصلًا اختارتك من البداية عشان عارفة إن إحنا بطباعنا كعرب ما بنخلّيش البنات تدفع في الكافيهات والمطاعم، لإن هي لو ضبطت واحد من أوروبا والّا من أمريكا وارد جدًا تتعرّض للموقف ده ويخلّيها هي اللي تدفع عادي جدًا، إنما هي صادتك أنت علشان عارفة إنك عربي وإحنا عندنا حتّة إن البنت اللي تدفع دي عيب شوية، خصوصًا لو أنت بتقابلها من أول مرّة، طبعًا أنت لو قُلت الكلام ده للstaff وقُلت لها خلاص أوكي أنتِ ادفعي حسابِك وأنا أدفع حسابي، وارد جدًا تلاقي الstaff بدأ يتغيّر وبدأ يبقى aggressive شوية معاك.
ما تتهزش، مش عايزك تتهز خالص، اطلب منه ان هو يفتح الكاميرا ويشوف يا معلم انت طلبت ايه، انت ما طلبتش غير العصير، وبالتالي كل اللي هي طلبته هي مطالبه ان هي تدفعه بالحرف. ولو زودها معاك وحسيت كده ان هو بدا يبقى عدواني معاك بشكل مبالغ فيه، قول لهم انك هتتصل بالشرطه، قول لهم بس انك هتتصل بالشرطه بس. هنا صدقني كل حاجه هتلاقيها اتحلت في منت، وهتخرج بكرامتك وبفلوسك، وهتبقى انت اللي علمت على المزه مش المزه اللي علمت عليك. وبس يا سيدي، لو استفدت من الفيديو شيره لصاحبك علشان ما يقعش في التركايه اللي ناس كتير جدا بتقع فيها الفتره دي، نصابايا ودايره. وما تنساش تعمل لي بقى فولو على انستجرام، وتعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب لو انت مش عامل سبسكرايب، علشان ننزل فيديوهات كتير يا ريت تشوفها وتستفيد منها. بس يا صاحبي، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.